طلبكم طبعا لقاء الجنرال مظلوم عبدي مع صحيفة المونيتور وترجمة اللغة العربية. الجنرال مظلوم كوباني: اتفاق تقاسم السلطة في حلب قد يشكل نموذجا لسوريا كلها. شمال وشرق سوريا. في أول مقابلة له منذ توقيع الاتفاق التاريخي مع الرئيس المؤقت أحمد الشارع، يتحدث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عن علاقته مع الحكومة الانتقالية في دمشق ومستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة والأجواء الجديدة من الاستقرار في ظل التهدئة المتنامية مع تركيا. نشر في 12 نيسان 2025 أمبريان زمان الليمونتو. الموقع المونيتور، عفوا بتروح بالي دائما الصحيفة الفرنسية، عفوا الموقع شمال شرق سوريا. تم اللقاء. شهدت سوريا تغيرات جذرية منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 كانون الأول الماضي وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة أحمد الشرع الذي كان حتى وقت قريب يقود فصيل هيئة تحرير الشام. خلال الأشهر الأربعة الماضية طرح الشرع مشروع دستور جديد وشكل حكومة جديدة، لكن الكثير من السوريين يرون أن هذه الخطوة لا ترقى إلى وعود ببناء سوريا ديمقراطية شاملة وعادلة، كما أن موجة العنف المروعة التي اجتاحت الساحل السوري مؤخرا عززت المخاوف من احتمال انزلاق البلاد مجددا إلى صراع داخلي. لكن ما شكل مفاجأة حقيقية هو توقيع اتفاق 10 آذار بين الشرع والجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية الكردية ضمن هيكلية الدولة السورية. ويرى مراقبون أن مثل هذا الاتفاق ما كان لا يحدث دون ضوء أخضر من تركيا الحليف الوثيق للشرع. توقفت الغارات التركية وتراجعت الاشتباكات. منذ توقيع الاتفاق توقفت الغارات التركية على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما خففت الاشتباكات بين هذه القوات والفصائل المدعومة من أنقرة، خصوصا في محيط سد تشرين. وقد مهد هذا الهدوء الطريق للاتفاق بشأن إدارة السد الذي بات يخضع لتنسيق مباشر ما بين دمشق وقسد. في مقابلة امتدت لساعتين في أحد المقار العسكرية شمال شرق سوريا بتاريخ 8 نيسان، تحدث كوباني بلغة دقيقة ومدروسة إلى المونيتور واستعرض تفاصيل المشهد الحالي. المونيتور، الأسئلة لما بقول المونيتور، السؤال من المونيتور، ولما بقول كوباني يعني الجنرال مظلوم كوباني اللي هو من مدينة كوباني، مدينة الصمود ومدينة الأبطال بدنا نقول عليها. فأنا إذا ذكرت كوباني فبقصد فيها الجنرال مظلوم كوباني أو مظلوم عبدي. المونيتور: لنبدأ بالاتفاق الذي تم توقيعه بشأن انسحاب وحدة حماية الشعب من حي الشيخ مقصود في حلب، كيف تنظرون إلى هذا التطور؟ كوباني: هذه خطوة مهمة جدا لكنها تبقى مؤقتة حتى يتم ترسيخها في الدستور القادم. نصر على أن يدرج هذا النموذج في الدستور كضمانة، كما نريده هو إدارة محلية، وهذا مطروح للنقاش مع دمشق، وبعض الأحزاب الكردية تطالب بالفيدرالية. وسيعقد مؤتمر حوار وطني قريبا لصياغة رؤية سياسية مشتركة ما بين الأحزاب الكردية. طيب، ما اتفقنا عليه في الشيخ مقصود يعد مهما أمنيا وإنسانيا. كان الحي تحت الحصار والوضع متوتر مع فصائل الجيش الوطني. بموجب الاتفاق تتولى قوات الأمن الداخلي مهام الأمن بالتنسيق مع الأمن العام السوري، وستتم عمليات تبادل الأسرى وإخلاء السجون مع وقف كامل للاعتقالات. المدارس والبلديات ستبقى تعمل، وهذا يخدم السكان ويمنح الحكومة الانتقالية صورة إيجابية بأنها تحل مشاكل الناس، وهذا تطبيع فعلي في حلب. المونيتور: وماذا عن سد تشرين؟ كوباني: هناك اتفاق من شقين. الأول، إدارة السد تبقى كما هي حاليا،
طيب أنا هنا بدي أذكر الأخوة المشاهدين كلياتهم الآن والأخوة المستمعين أيضا، يعني ممكن يكون في ناس ضريرة لكن تسمع الحلقة، فبدي أذكر الأخوة المشاهدين والأخوة المستمعين، تذكروا لما قبل عدة أيام أو أسابيع كانت وتحدثت عن هذا الموضوع وقلت إنه إذا حصل الاتفاق في 6 تشرين وكانت وحطوا تحت هاي خطوط وتذكروها هاي بين قوسين إنه الإدارة تبقى للإدارة الذاتية، فالمشروع اللي حكيت عنه كلياته سيطبق على أرض الواقع. خلونا نرجع. كوباني هناك اتفاق من شقين، الأول إدارة السد ستبقى كما هي حاليا بكوادرها نفسها لحين التوصل إلى اتفاق نهائي. الثاني انسحاب قواتنا شرقا وتسليم الموقع المحيط إلى القوات الحكومية لتكون حاجزا بيننا، يعني بدهم في منطقة معينة من عند السد اللي راح يفصل بينها قوات الجولاني أو الهيئة، خلينا نسمي المسميات الجديدة تبعيتها، وما بينها وما بين الجيش الوطني، تكون هي عازل ما بينها وما بين قوات قسد. طيب انسحاب قواتنا شرقا وتسليم المواقع المحيطة إلى القوات الحكومية لتكون حاجزا بيننا وبين الفصائل الجيش الوطني، وتحديدا قرب منبج، يعني مو منطقة السد، منطقة بعيدة عن السد، هاي قرب منبج راح يتم تسليمها للهيئة العامة اللي هي راح تفصل ما بينها وتكون الحاجز هي ما بينها وما بين الجيش الوطني طبعا المدعوم تركيا. طيب المونيتور، هل ترى أن الحوار الجاري بين عبد الله أوجلان والحكومة التركية ساهم في خفض التوتر؟ كوباني: نعم، وقد انعكس إيجابيا على منطقتنا. أوجلان دعا إلى حل سلمي ونحن نؤيد ذلك، لكنه أشار إلى أن تركيا يجب أن تبادر بخطوات لبناء الثقة كإنهاء عزلة وإقرار قوانين تدعم العملية. رجعنا للنقطة الهامة للغاية اللي بيذكرها الجنرال هنا واللي ذكرناها قبل شهور طويلة جدا. لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه تتم عملية سلام وإلقاء سلاح وأي شيء من دون إطلاق صراحة القادة السياسيين وعلى رأسهم القائد عبد الله أوجلان، واثنين وضع قوانين دستورية في الدستور التركي، وهذا راح نتحدث عنه بعد شوي، وضع قوانين دستورية، ومن ثم تبدأ عملية إلقاء السلاح وكل العمليات الأخرى. وهذا كلام واضح وتحدثنا عنه بشكل كتير، وكل القادة الكرد عندما يتحدثون بنفس السياق هذا تماما، وكله أعتقد أنه أي واحد من الشعب الكردي مو ضروري يكون سياسي أو قائد وكذا راح يكون متفق مع هذا الكلام، وهذا الكلام أساسي. طيب يجب أن تبادر بخطوات لبناء الثقة كإنهاء عزله وإقرار قوانين تدعم العملية. وفد من حزب الشعوب الديمقراطية سيلتقي أردوغان قريبا ونأمل بتحرك ملموس. المونيتور، تلقيتم رسالة من أوجلان، ماذا كان مضامينها؟ كوباني: كانت رسالة عامة ومشجعة تحثنا على العمل ضمن أجندة سوريا شاملة، كتبها بالتركية ورددنا عليها بالعربية ثم ترجمت إلى التركية. أعتقد أنها ساهمت في تهدئة الوضع. طيب المونيتور، هل تواصلتم مباشر مع تركيا؟ كوباني: هناك تواصل لكن غير مباشر. تحدثت أنا مطولا عن القنوات المخابراتية اللي دائما موجودة مع كل القوى المتصارعة بالعالم كله، ودائما في الحلفاء للطرفين اللي بيكونوا هم مثل ما يقولوا الوسيط المتبادل دائما بأي طرف في الصراعات في العالم. طيب المونيتور، حدثت لقاءات لافتة مؤخرا أبرزها مع السيد مسعود البرزاني، كيف تصف اللقاء؟ كوباني: كان لقاء تاريخيا في ظل تطورات مهمة بسوريا، والحوار في إمرلي ساهم في تهيئة الأجواء. برزاني أكد أهمية وحدة الصف الكردي وأبدى استعداده لدعم علاقاتنا مع دمشق
تحدثنا عن دور قوات البيشمركة في الدفاع عن كوباني سابقا، وعن والده ملا مصطفى البرزاني. اللقاء كان إيجابيا للغاية. المونيتور: كيف كانت أجواء لقائكم مع الرئيس المؤقت أحمد الشرع؟ كوباني: كانت ودية ومحترمة. استقبلنا رسميا، وخاطبني الشرع بلقبي الرسمي جنرال. يعني خاطبوا الشرع باسم الجنرال، هذا لقبه الرسمي. المونيتور: هل كان هناك وجود أمريكي في اللقاء؟ كوباني: لا، الأمريكيين لم يشاركوا بالمحادثات، لكنهم سهلوا وصولنا إلى دمشق، وهم يدعمون الاتفاق عموما لأنه يحقق الاستقرار ويمنع صداما بيننا وبين تركيا أو الحكومة المؤقتة، الأمر الذي قد يعيد ظهور داعش. المونيتور: ما الذي تم بشأن اللجنة المنبثقة عن الاتفاق؟ كوباني: شكلت لجنة حوار لتنفيذ الاتفاق، وسيتبعها لجان مختصة مثل التعليم. القضية العاجلة الآن هي الاعتراف بشهادات الطلاب في مناطقنا، خاصة مع اقتراب الامتحانات الجامعية في حزيران. نعمل على ضمان أن يعمل طلابنا أسوة ببقية الطلاب السوريين. المونيتور: وماذا عن اللغة الكردية؟ كوباني: لم تدرج في الدستور المؤقت، وهذا مخيب للآمال، لكنها غير مرفوضة مبدئيا. يعني هم لا يرفضونها مبدئيا، للأسف الشديد لم تذكر في الدستور المؤقت. شوف، سمى الدستور باسم الدستور المؤقت، إنه هذا الدستور ليس دستور نهائي، هذا دستور مؤقت. المونيتور: ما أولوياتكم الآن؟ كوباني: اللجنة الدستورية ما طرح في الدستور المؤقت يتناقض مع روح اتفاقنا، وعلينا وضع دستور جديد وعادل لكل السوريين. لا نريد تمركز السلطة في دمشق فقط، ونريد أن تبقى قوات قسد ككيان مميز داخل الجيش الوطني السوري الجديد. قسد راح تكون كيان مميز لحالها، كيان يعني قوات مستقلة لحالها ضمن الجيش السوري الجديد. المونيتور: هل سيبقى المكون العربي ضمن قسد؟ كوباني: نعم، وهم جزء أساسي، وهم يرغبون في البقاء معنا. المونيتور: هل الشرع يرحب بذلك؟ كوباني: لم يبدي أي اعتراض. المونيتور: هل العنف في الساحل دفعكم لتوقيع الاتفاق؟ كوباني: بالعكس، الاتفاق ساعد على وقف المجازر هناك، وأكد أن الطائفة العلوية جزء أساسي من سوريا، ويجب أن تمثل بعدالة في سوريا المستقبل. بالنسبة للأخوة العلويين، يسأله الصحفي في صحيفة المونيتور: هل العنف في سوريا أو الساحل دفعكم لتوقيع الاتفاق؟ يقول الجنرال مظلوم كوباني: بالعكس، الاتفاق ساعد على وقف المجازر هناك، وأكد أن الطائفة العلوية جزء أساسي من سوريا، ويجب أن تمثل بعدالة في المستقبل. المونيتور: هل تم إبلاغ تركيا بتفاصيل الاتفاق؟ كوباني: لا، صغنا نص الاتفاق خلف أبواب مغلقة، ولم يكن أحدا مطلعا عليه مسبقا. يقول يعني هل الاتفاق قبل أنه يتوقع أبلغت تركيا فيه؟ يقول الجنرال: لا، صغنا نص الاتفاق خلف أبواب مغلقة، ولم يكن أحدا مطلعا عليه مسبقا. طيب، المونيتور: يقال أن ضغوط إسرائيل دفعت تركيا لتعديل موقفها. كوباني: ربما، فتركيا ودمشق تأخذان إسرائيل على محمل الجد. المونيتور: يقول الصحفي يقال أن ضغوط إسرائيلية دفعت تركيا لتعديل موقفها. جنرال كوباني يقول: ربما، فتركيا ودمشق تأخذان إسرائيل على محمل الجد. وكان لافتا تصريح وزير الخارجية التركي بعدم الرغبة بالتصعيد مع إسرائيل بشأن سوريا. المونيتور: هل طلب منكم الشرع تسليم المناطق العربية كالرقة ودير الزور؟ كوباني: نعم، لكن هذا ليس أولوية حاليا، والأولوية الآن هي دمج مؤسساتنا بالدولة. يعني رفض. كوباني: هل سيرسل موظفون حكوميين إلى مناطقكم؟
عفوا المونيتور، هل سيرسل موظفين حكوميين إلى مناطقكم؟ كوباني نعم، والعكس أيضا، يمكن لقادة قسد شغل مناصب في هيئة الأركان السورية بعد الاتفاق. المونيتور، هل ناقشتم مسألة إسرائيل مع الشرع؟ كوباني لا، موقفنا أننا نريد علاقات سلمية مع جميع الجيران دون اعتداء ومع احترام السيادة المتبادلة. المونيتور، وماذا عن تركيا؟ كوباني، تم نقل مخاوفنا المعروفة وتؤخذ على محمل الجد. المونيتور، هل يرفض الشرع النفوذ التركي المتزايد؟ كوباني، لم يطرح هذا تحديدا، لكن تم التعبير عن الانزعاج من ممارسته بعض الفصائل المدعومة من تركيا، وهناك نية لدمجها تدريجيا ضمن النظام العام. المونيتور، هل ناقشتم ما حصل في اللاذقية؟ كوباني نعم، وأعربنا عن قلقنا وطالبنا بتحقيق شفاف ومحاسبة الجنات. النظام أبلغنا أن قواته تعرضت لهجوم من بقايا النظام السابق، مما أدى إلى تدخل أمني واسع، وارتكبت فصائل غير منضبطة أعمال انتقامية. يعني يعترف الشرع بهذا الموضوع. المونيتور، هل طلب الشرع مساعدتكم في التواصل مع الأمريكيين؟ كوباني أشار، شوفوا السؤال، هل طلب الشرع مساعدتكم في التواصل مع الأمريكيين؟ كوباني أشار إلى إمكانية العمل المشترك لبناء مستقبل قوي، ونحن قلنا أننا مستعدون للمساعدة في بناء جسر مع واشنطن. حطوا هاي تحتها خط، لأنه أنا حكيت عن هاي المسألة كتير، وقلت لكم الطريق إلى الاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية وأحمد الشرع هو عبر القامشلي. من دون التوافق مع القامشلي لا يمكن، مستحيل أن الولايات المتحدة الأمريكية تقبل فيه وتشرعه، وإن لم تشرعه الولايات المتحدة الأمريكية ما في دولة بالعالم تستطيع أن تشرع الشرع حقيقة. طيب، هل طلب الشرع مساعدتكم في التواصل مع الأمريكان؟ كوباني أشار إلى إمكانية العمل المشترك لبناء مستقبل قوي، ونحن قلنا أننا مستعدون للمساعدة في بناء جسر مع واشنطن. المونيتور، هل التعاون ضروري ضد داعش؟ كوباني نعم، وهم حريصون على التعاون معنا. طرحنا موضوع إعادة السوريين من مخيم الهول، خصوصا النساء والأطفال، ونأمل أن يتم تشكيل وفد رسمي لتقييم الوضع. المونيتور، هل الأمريكون يشجعون على هذا التعاون؟ كوباني بالتأكيد. المونيتور، هل تريد بقاء القوات الأمريكية؟ كوباني نعم، ولو بأعداد أقل، لكن القرار يعود لإدارة ترامب. من الواضح أن السياسة الأمريكية تراعي مصالح إسرائيل التي بدورها ترغب ببقاء القوات الأمريكية في سوريا. مين كان يقول لكم أنه لا يمكن للأمريكان الانسحاب من سوريا بسبب مصالحها الاقتصادية أولا، وثانيا من أجل التوازنات الدولية وحماية إسرائيل وخصوصا من شرق الفرات؟ طيب، المونيتور، داعش كان هادئا مؤخرا، ما تفسيرك؟ كوباني، الفراغ الأمني ساعد على التوسع، وهو التغلغل الآن في مدن كبرى كدمشق وحمص وحماة، يعني زادت الجغرافيا، فانتشروا الدواعش أكثر في المدن السورية، فبين أنه في هدوء لأنه العدد قليل. وهناك تخوف من حملات الدعائية ضد هيئة تحرير الشام مما قد يعزز من صفوفه. يعني دواعش عم يعملوا دعاية ضد هيئة تحرير الشام لحتى يجذبوا أكبر عدد ممكن من اللي ضمن الهيئة إلى صفوف داعش. المونيتور، هل لدى حزب الاتحاد الديمقراطي نية لفتح مكاتب في دمشق؟ كوباني، نساعد دمشق حاليا في تلبية احتياجاتها. طبعا أنا أول مرة بقرأها، بس أنا يعني شوفوا برجع بعيد لكم شغلة. هل لدى حزب الاتحاد الديمقراطي نية لفتح مكاتبه في دمشق؟ يقول كوباني، حاليا يمثلنا مجلس سوريا الديمقراطي ولدينا ممثل عسكري في العاصمة. المونيتور، كوباني، حاليا يمثلنا مجلس سوريا الديمقراطي ولدينا ممثل عسكري أيضا في العاصمة.
المونيتور: وماذا عن النفط؟ كوباني: نساعد دمشق حاليا في تلبية احتياجاتها. يعني الإدارة الذاتية بتساعد بدمشق في تلبية احتياجاتها وليس العكس. وستعالج هذه المسألة عبر اللجان مستقبلا يعني. المونيتور: ماذا عن الروس في مطار القامشلي؟ خلينا نشوف الجواب. كوباني: لا نعتقد أن الشرع يريد أخراجهم فورا، لكنه يفضل توقيع اتفاق جديد معهم. فالروس وتركيا وهيئة تحرير الشام كانوا يتعاونون ضمن مسار استانا. طبعا هنا بدي أوضح بعض الأمور مشان تفهموا شو معناتها. يعني مطار القامشلي ليش بيكون بإيد الحكومة، أو قرار بيكون بإيد الحكومة، يعني سلموه مثلا الروس، سلموه لغيره، سلموه مطار القامشلي. ليش؟ حدا يعرف ولا ما؟ فرنسا؟ لا، شوفوا، حسب اتفاقية شيكاغو عام 1944 للطيران المدني، كل المطارات الدولية بتكون تابعة لمطار معترف فيه من منظمة الطيران العالمي. ولا يوجد مطار في سوريا معترف فيه بمطار عالمي سوى مطار دمشق الدولي التابع للحكومة المركزية. فلذلك قرار إنه المطار يفتح الأجواء فيه أو لا يفتح هي من صلاحيات الحكومة المركزية، لأنه يعتبر هو نقطة حدودية عالمية. فإذا قامت الحكومة بالاعتراف بمطار دمشق كمطار دولي وسجلته في منظمة الطيران العالمي، تستطيع جميع الدول إرسال طائراتها ومدها بالخطوط، لأن الخطوط الطيران اليوم شفتوا أنتوا الشرع سافر على الإمارات، صح ولا لا؟ وتحدثوا أنه سلك طريق بعيد، لأنه العراق ما رفض أنه طيارة الشرع تطير فوق العراق، صح ولا لا؟ حدا شاف الخبر هذا ولا ما شافه؟ لأنه كل الخطوط الجوية الموجودة في العالم ترسمه منظمة الطيران المدني الموجودة في العالم. يعني الأجواء في العالم ليست مفتوحة كما تظنون، هي كمان طرقات وتوبانات بالعالم، وهاي الخطوط اللي مسموح فقط للطيران بالسير فيها، مثل الخطوط الموجودة على الأرض تماما، مثل موجود الخطوط الأرض تماما. وهذه الخطوط ما بتنعطى لشركات الطيران بالسهولة. أنا بذكركم بشيء: أغلب الشركات الطيران اللي كانت موجودة واللي أفلست بفترة كورونا، شو كان السبب؟ إنه أغلب الشركات التي أفلست، لأنه الشركات هاي ما كانت تستطيع أنه تسلم خطوط الطيران، وكانت مضطرة تطير، وحتى ولو كانت فارغة، وكانت هي مضطرة تطير حتى وهي فارغة، فكان يكلفها أموال هائلة جدا، وأساسا ممنوع أن تأخذ ركاب بين الدول، يعني المطارات كانت مغلقة أغلبيتها. فلذلك الشركات كانت تخسر أموال هائلة جدا، بس مقابل أنه ما بتخسر الخطوط الجوية، لأن الخطوط الجوية غالية كتير لتشتريها. يعني أي شركة طيران الآن بدها تطير لمطار القامشلي لازم تشتري خطوط جوية فوق الدول، وهاي بتحددها منظمة شيكاغو، أو ما يسموها مؤتمر شيكاغو للطيران المدني في العالم، اللي تأسس في عام 1944 عفوا، وثبت في عام 1948. بس حبيت أعطي هاي المعلومة. على كل، بيقول لك المونيتور: ماذا عن الدور الروسي في مطار القامشلي؟ كوباني: لا نعتقد أن الشرع يريد إخراجهم فورا، لكنه يفضل توقيع اتفاقية جديدة معهم. فالروس وتركيا وهيئة تحرير الشام كانوا يتعاونون ضمن مسار استانا.
المونيتور إن استمرت العقوبات الأمريكية قد تتجه الحكومة نحو شراء السلاح الروسي. يقول لك الشرع. المونيتور بيسأل إن استمرت العقوبات الأمريكية على الشرع، يعني الحكومة قد تتجه الحكومة نحو شراء السلاح الروسي. كوباني منطقي، ما لنا شغل، نحن جيش تاني. الجيش السوري كان يعتمد أساسا على روسيا، وما تبقى من معدات هو روسي أصلا. بيقول لك إحنا ما لنا، إحنا سلاحنا أمريكي. المونيتور: هل وجود الروس في المطار يقلقكم؟ كوباني: لا، وإعادة فتح المطار ستكون خطوة جيدة، هذا قرار يعود إلى اللجان المختصة. قبل 3-4 أيام جيتكم بخبر وقلت لكم أنه في عمل في مطار القامشلي، وأنا لما سألت الأخوة اللي موجودين على الأرض قلت لهم شو طبيعة العمل، شو عم بيسووا بالضبط، لأنه عندي خبرة، بعرف لما بتكون خطوط، بعرف أنه هي خطوط طيران لاستقبال الطائرات، لما بتكون خطوط بشكل آخر دائري أو كذا أنا بعرف أنه هذا مطار عسكري. ولما بيحطوا أسوار، واليوم نشرت في التليجرام صورة لأحد الأسوار، هذا معناه شيء آخر أيضا، هو عزل المطار وتقسيمه إلى قسمين، شحن ومدني. وهذا من الخبرة بتجي، مو إنه كذا وهاي. فعلمت شيء، إنه يجهز المطار لاستخدامه عسكريا، ويجهز المطار لاستخدامه أيضا مدنيا. فجيت وقلت لكم إنه قريبا مطار القامشلي سيسلم للقوات الأمريكية أو يسلم للأمريكان، حتى ولو جزء منه يسلموه الأمريكان، والجزء الآخر مثلا يبقى عند الروس، ممكن، ما بعرف أنا، لكن من كون خبرتي واللي أخذت المعلومات اتضح لي هذا الموضوع. فجيت وقلت لكم قريبا معناته في إنه شيء ما يحاك لمطار القامشلي، وانه ممكن الامريكان ياخذوه، لانه اساسا شرق الفرات. وطبعا ربطها بالمسائل السياسيه الاخرى، كونه انه الامريكان يبحثون عن زياده قاعده النفوذ على الجغرافيا السوريه، وخصوصا شرق الفرات. فلذلك راح يحاولوا يطلعوا الروس قدر المستطاع من كل شرق الفرات، وهم يوسعوا الرقعة الجغرافية في المناطق الأخرى من منطقة غرب الفرات. فربطت هذا بهذا باللي بيحصل وكذا، وطلعت معي نتيجة من الدراسة اللي عملتها أنا بسيطة جدا، إنه قريبا في حركة ستكون على مطار القامشلي، وسيتم تسليم المطار إلى الأمريكان ربما. طبعا اليوم أنا بتفاجأ من جواب الجنرال أيضا، وسؤال المذيع اللي قال له: هل وجود الروس في المطار يقلقكم؟ كوباني: لا، وإعادة، هو اللي بيجاوب، كان يقدر يقول لا أو يسكت، يعني انتهى. قال لك لا، وإعادة فتح المطار ستكون خطوة جيدة، وهذا القرار يعود إلى اللجان المختصة، يعني بدها تصير لجان مختصة بشأن مطار القامشلي قريبا. طيب، بدنا نروح ثواني بس. في مقابلة صوتية أيضا حتى إذا بتحبوا للتأكيد. لا، ما بدنا نتحدث الآن طبعا مقابلة الجنرال قلناها، بس ثواني. مسألة السد خلصنا منه وتحدثنا عنه، والجنرال بوضوح هو اللي بدنا نتحدث عن وكالة فرانس بريس عن اللقاء مع أردوغان، وتتحدث السيدة باروين بولانت، وبدنا نعلق على المواضيع تبعيتها شوي. بس ثواني ندخن سيكارة، وبنفس الوقت نقرأ اللقاء لأنه هام للغاية، وفي نقاط أتمنى من الأخوة اللي كانوا موجودين خلال السنتين يركزوا معاي شوي، لأنه أغلبية النقاط
اللي موجودة في اللقاء أساسا ما قديمة، يعني عفوا ما جديدة عليكم، خصوصا الأخوة المتابعين اللي صار لهم فترة طويلة. أنا خلال السنتين اللي فاتت تحدثت فيها. بعد ما أخلص هذا ونتحدث شوي عن موضوع تركيا، رح نتحدث عن الاقتصاد التركي والمستجدات فيه، وهذا أمر هام للغاية أيضا. صرحت عضو وفد إمرلي بارفين بولدان اسمها بارفين بولدان بأن الرئيس التركي أردوغان تولى الآن مسؤولية العملية، ودعت البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات وإقرار القوانين، وهاي سابقة في تركيا لم تحصل قبل الآن. إلى الآن بكل الاتفاقيات اللي كانت تحصل من عام 1992، أو ما خلينا نقول اتفاقيات مشان نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية، كل المفاوضات اللي كانت تحصل إلى الآن دائما كان الرئيس التركي ينأى عن نفسه. بروين علي، هم هيك كاتبينها هون، ما بعرف ليش، هم اللي مخربطين بالاسم. كانت كل المفاوضات التي تتم ما بين حركة التحرر الكردية من التسعينات القرن الماضي إلى وقتنا الحالي ما كانت تمر عبر الرئاسة التركية نهائيا، وكانت تنأى عنها عن نفسها الرئاسة التركية. حدثت ذلك مع تركوت أوزال، حدث مع بولونتا جويد، حصل مع تانسوت شيلر، وحصل حتى مع أردوغان في فترات طويلة جدا. كان الرئيس يبتعد وينأى بنفسه ويترك الموضوع هذا لبعض الأحزاب اللي موجودة هي اللي بتتولى الأمر هذا. إلا الآن أصبح الأمر مختلف، وهنا له دلالات سياسية هامة للغاية، له دلالات سياسية مهمة للغاية. أنه الرئيس أردوغان نفسه بدأ يتولى مسألة عملية السلام. حتى العملية اللي قبل هاي اللي كانت 2016 و2014 و2016 و2015 والمراحل هاي كمان كانت هناك مفاوضات وكانت قريبة من حلول، لكن أيضا أردوغان لم يتبنى العملية ولم يشرف عليها نهائيا. الآن تقول برفين، وهي اسمها بروين بس كاتبينه برفين يمكن بالغلط، بأن الرئيس التركي أردوغان تولى الآن مسؤولية العملية، ودعت البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات وإقرار القوانين. وأوضحت بروين، أنا مصلحينها، إنه إذا تم اتخاذ الخطوات بسرعة فسيتم الانتهاء من العملية بحلول شهر يونيو حزيران المقبل. باقي سنة والوقت يضيق، وهم صاروا الآن مستعجلين. أدركوا الأتراك حقيقة أنهم في مأزق كبير جدا، وعليهم حل قبل سنة. وأنا كنت أقول سنة ونص، لا فات شهرين، يعني سنة و3 شهور، سنة وشهرين، أعتقد شهرين مو بيناتنا، أعتقد أنه شهرين مو بيناتنا أنا ومتابعين، يعني بالخطأ بالتقديرات شهرين، ما هذاك الخطأ الكبير سواء زاد أو قل. ليش حزيران؟ هلا ما أحكي الموضوع الاقتصادي راح أفسر لكم التفسيرات أكثر بهذا الموضوع، راح أربط هذا بالوضع الاقتصادي في تركيا. تركيا الآن تستنزف اقتصاديا بشكل كبير جدا، وتثبيت العملة التركية كلف البنك المركزي التركي إلى الآن 50 مليار دولار، وهذا رقم هائل جدا. السنة الماضية بعد الانتخابات نوعا ما برفع الفائدة اجت استثمارات إلى البنوك التركية ما بيقارب 60 مليار دولار. الآن تركيا بالأزمة الأخيرة اللي حصلت فيها ومسألة إمام أوغلو
خسرت ما يقارب 50 مليار دولار، عدا الأموال اللي خسرتها الدول. لا، أنا بتحدث البنك المركزي التركي هو نفسه فقط في تثبيت العملة التركية على 38 ليرة كلفها 50 مليار دولار. وأصبح الآن البنك المركزي التركي والاحتياطي تبعه في خطر. وجاءها السنة الماضية 60 مليار دولار من الأموال الأتراك اللي موجودين في الخارج للاستفادة من سعر الفائدة. طبعا تركيا جنحت بشكل كبير جدا إلى الحكم الفردي الشمولي، وأصبح القضاء يتدخل فيه الحكومة بكل شيء بكبيرة وصغيرة. فلذلك كل الشركات العالمية الآن تحاول الهروب من تركيا، لأنه إذا ما عندك قضاء وما عندك هامش من الديمقراطية، ويكون القضاء ما مستقر في هذا البلد، لن تقوم الدول بالاستثمار أو الشركات الأجنبية استثمار في هذا البلد، خوفا من أن أموالهم تضيع ولا تستطيع أن تقاضي أي شركة تركية أو الحكومة التركية في حال حصل أي خطأ ما. فما حدا مستعد أنه يستثمر في دولة القضاء فيها غير مستقل. فلذلك الآن بدأ هروب الشركات الأجنبية من تركيا، وخسارة تركيا البنك المركزي 50 مليار. والآن كل الودائع الموجودة في البنوك التركية تسحب. الشغلة الثانية الهامة، الفرق ما بين سعر الفائدة الموجود في البنوك الرسمي 45%، نزلوه 5% الفترة اللي فاتت، هو حقيقة 65%. يعني البنوك التركية الآن الخاصة تعطي المستثمر 65% ربح في حال وضع أمواله في البنوك التركية، والبنك المركزي سعرها ب45%. وهنا فرق كبير جدا، وهذا يؤدي إلى تضخم هائل في الاقتصاد التركي. طبعا هذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى نزيف للعملة التركية أكثر، ومضطر البنك المركزي التركي بيضخ مليارات الدولارات في السوق مرة أخرى يعدل السعر، وهذا لن يستحمله البنك المركزي خلال الفترة القادمة. هم ليش حددوا بالشهر الحزيران؟ لأنه بموسم الصيف، وينتظرون الآن موسم الصيف، أنه يجي عوائد من السياحة بشكل كبير. ولا أعتقد أنه موسم السياحة راح يكون جيد هذا العام، لأنه أعتقد أنه راح يصير فيها حوادث مفتعلة في تركيا. وحطوا هاي أنه راح يأثر على سوق السياحة، وهذا راح يؤزم الأزمة الاقتصادية الموجودة في تركيا أكثر. الآن بيحاولوا يرجعوا بعض الصقور الاقتصاديين اللي كانوا سابقا أيضا وقدموا استقالاتهم، يرجعوهم مرة تانية ليحلوا المعضلة اللي موجودة. وهذا أعتقد أنه صعب جدا أيضا. طبعا بدأ الشعب التركي أيضا بسحب بعض الأموال اللي موجودة وحطوها في البنوك اللي كانوا بيستفيدوا من عملية سعر الفائدة. إن شاء الله أستاذ أمين راح أعمل حلقة باللغة الكردية كمان على هذا الموضوع. فالموضوع الآن أصبح الفوارق كبيرة جدا ما بين سعر الفائدة الحقيقي وسعر الفائدة اللي بتطرحه البنوك اللي موجودة في تركيا. 2، تثبيت العملة يعني وصل إلى 45%، ودفع البنك التركي ما يقارب 50 مليار دولار لإعادة العملة نوعا ما إلى 32 ليرة، لم يستطيع أعادها إلى 38. تخيلوا 38 كلفته 50 مليار دولار. ولسه العملة التركية تعاني من ضغوطات كبيرة جدا. يعني إذا استمر الموضوع هذا على شهر آخر وشهرين آخرين، مضطر البنك المركزي التركي يدفع 50 مليار ولا يملك المبالغ هاي.
إذا دفع هاي المبالغ لن يستطيع السداد أو الوفاء بالأموال اللي حيعطينها المستودعين. هذا سيؤدي إلى بيع الأصول أكثر، وأساسا الأصول مباعة. طبعا بدأت الشركات السوداء في العمل في المناطق التركية اللي تابعة هي مثلا لجورج سوروس، اللي تابعة مثلا لبيل غيث لغيره اللي بيشتروا فيها الأراضي. بدأوا الآن بشراء الأراضي ضمن الدولة التركية في المناطق التركية، بس ما قربوا على المناطق الكردية. وأنا أعطيتكم المخطط مرة وتحدثت لكم إنه هم الهدف كلياتهم هي بشراء الأراضي. كل الأراضي تقريبا الموجودة في إقليم كردستان، أعطيتكم مثال أيضا كثير منها للشركات السوداء هاي اللي هي بتشتري الأراضي الآن. وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير جدا. فبدأ الآن دفع الأموال لكل التركي لأنه بده يبيع العقارات، لأنه ما بقى يقدر يوفي بالوعود تبعيته. بعطيكم مثال. شوف، تركيا سهلت عملية القروض بشكل كبير جدا عن طريق البنوك اللي موجودة في تركيا، وهاي البنوك أغلبيتها بنوك خاصة تملكها رؤساء أموال عالميين موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، موجودين في إسرائيل، موجودين. المهم عشان تفهموا أنتوا العملية. الآن لما بينزل ما بتقدر تشتري بيت وسعر الفائدة يوصل 65 وإلى 70%. عندما تشتري بيت أنت مضطر ما بتقدر توفي بالقروض اللي أنت سحبتها واشتريت بيت أو اشتريت أرض أو عملت معمل سابقا، أو الأراضي الزراعية اللي سحبت عليها قروض، ما بتقدر توفي فيها لأنه سعر الفائدة زاد بشكل كبير جدا، ولازم تدفع لمستحقات اللي عليك اللي تبعات السنوات اللي فاتت أيضا. فبالحالة هاي شو بتسوي؟ أنت مضطر إنك أنت تبيع، أنت مضطر إنك أنت تبيع لحتى توفي بالديون اللي عليك يعني تروح جزء من الخسائر اللي موجودة عندك. يا أخي مو مزبوط، اسمع، ما عجبك اطلع برا. اللي كاتب لي مو مزبوط ممكن تطلع وتشرح لنا. راح تطلع انت تحكي لي بشغله ما لها علاقه بالشغله اللي بحكيها فيها وماسك لي جمله بس. لو سمحت اطلع برا وسد الباب وراك. انا زلمه ما بحكي مزبوط. واذا طلعتوا هلا ببهدله قدام الناس كلها، راح اطلعه هو الغلطان. اللي كاتب لي مو مزبوط بس بده يتفلسف. المهم، الشركات السوداء اللي موجوده في العالم، بعطيكم مثال لهذا اللي كتب لي مو مزبوط. بيل غيث صاحب شركة مايكروسوفت، شفتوه انتم بالاخبار كتير، كم من الاراضي اشترى الزراعية؟ سؤال. المثقفين يا بتوع المدارس اللي كاتب لي مو مزبوط، كم من الاراضي الزراعية اشترى؟ بيل غيث صاحب شركة مايكروسوفت، شو دخله هو شركة تكنولوجيا بالاراضي الزراعية؟ سؤال، حدا يقدر يقول لي؟ كل هؤلاء رؤساء الموجودين بدأوا بشراءة الأراضي الزراعية، وخصوصا في الشرق الأوسط، كردستان، العراق. الآن كل الأراضي الزراعية تقريبا ملك الأساسي إلى لهاي البنوك. الآن في تركيا العملية قائمة، وافتعال الأزمة الاقتصادية الموجودة فيها كلها هي لشراء المناطق اليونانية حصرا. المناطق اليونانية ومناطق اسطنبول وغيرها لشراء العقارات والمناطق الزراعية والأراضي الزراعية كلها الموجودة هناك. وتتم العملية هذا الموضوع. طبعا أنا ما بدي أتحدث كتير، وأنا ما عم أتحدث عن حلول. أنا ما عم بتحدث عن حلول. حلول هم بيشوفوها، هم بيعرفوا بوضعهم الاقتصادي. أنا عم بحكي اللي بيصير وعم راح يصير في المستقبل القريب مو البعيد. الأزمة الاقتصادية في تركيا تتوسع بشكل كبير جدا، وإذا ما انحلت في القضية الكردية بشكل سريع وعاجل
راح تتفاقم الأزمة أكثر وأكثر، لأنه الحرب مع حزب العمال الكردستاني تكلف الدولة التركية تريليونات الدولارات، تكلفها تريليونات الدولارات. هذا واحد. الشيء الهام للغاية، معدلات التضخم تزداد، فتزداد الأسعار، وزيادة الأسعار تؤدي إلى تذمر الشعب، وتذمر الشعب سيؤدي إلى خروجهم أكثر إلى الشوارع بشكل كبير أكثر، ويفقد أردوغان شعبية مع الوقت أكثر. هو فاقد، إذا قام الآن بأي انتخابات ما راح ينتخبوا الشعب التركي، ما راح ينتخبوا حاليا، لكن هو عم بيحاول يصلح. نرجع لموضوعنا. تحدثت عضو وفد جزيرة إيمرلي بيروين بولودان إلى وكالة أنباء فرانس فاركارد عن اجتماع مع الرئيس التركي أردوغان في 10 أبريل نيسان. بيروين بولودان: أردوغان تولى مسؤولية العملية. وقالت بيروين أن اجتماعها مع أردوغان كان مهم للغاية، لأنه أصبح الآن يتولى مسؤولية العملية بنفسه. ولفتت بيروين الانتباه إلى ضرورة سن القوانين، وذكر أنهم يريدون إرساء الأساس القانوني وتعديله من أجل نجاح العملية، قائلا بيروين بولدان: يجب اتخاذ خطوات سريعة وإقرار القوانين. صراحة أنا ما بعرف البرلمانية، من هيك لفظ اسمها شوي لفظه جديد. يجب اتخاذ خطوات سريعة وإقرار القوانين. أردنا لقاء وزير العدل بشكل عاجل، فهناك خطوات يجب اتخاذها وقوانين يجب إقرارها، ونريد إزالة العقبات التي تعترض عملية السلام. ولفتت بيروين الانتباه إلى الخطوات الديمقراطية التي يتم اتخاذها، وأكد أن مسؤولية نجاح العملية تقع على عاتق جميع الأحزاب السياسية. وتابعت بيروين بولند: إذا تم اتخاذ الخطوات بسرعة سيتم الانتهاء من العملية بحلول شهر يونيو. يعني أي شهر هذا اليونيو؟ إيش مسألة شهرين 3 مو أكتر. لازم العملية كلها تنتهي، لأن ما في وقت. الكلام اللي كان يقول لكم يا صلاح الدين سنة ونص، إذا ما انحلت المواضيع كلها في تركيا في خبر كان، والاتراك بيجوا بيعطوا حقوق الأكراد هيك بكل سهولة ويبدلوا لكم الدستور ويعملوا لكم كل شيء. لا، أصلها شو ما يكون أصلها، شو دخلك بأصل بروين؟ أصلها أرمني، أصلها شو ما يكون أصلها. مهم عندك يعني إنه هي ما أنا مثلا كردية، يعني مثلا يا صديقي العزيز ما يتعلق الأمر بأصلها وهي مين بيحل القضية الكردية، وبيكون الشعب الكردي راضي، هو الأساس بهذا الموضوع. لأنه إذا ما كان الشعب الكردي راضي لن يكون هناك عملية سلام، وإذا ما كان هناك عملية سلام يعني انهيار تركيا، وانهيار تركيا يعني ما في دولة اسمها تركيا، خلاص انتهى هذا الموضوع. مو وين ما يكون، خلي هلا الشرع يروح يحاور لي أردوغان، بس إذا ما أعطيت حلول ترضي الشعب الكردي وحركة التحرر الكردية، مين ما كان المحاور يكون. وأشارت بيروين بولداني إلى أنه إذا تم اتخاذ الخطوات بسرعة فإن العملية سوف تكمل خلال بضعة أشهر. وإذا اتخذت خطوات سريعة بحلول شهر يونيو حزيران فستصل العملية إلى نهايتها، ولتحقيق ذلك يجب على السلطات الإسراع في سن القوانين. عم تسمعوا؟ بيروين بولدان: الدعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي هي دعوة إلى النضال. وأخيرا قالت عضو وفد إيمرلي بيروين بولدان ما يلي بشأن النضال من أجل الديمقراطية الذي يجب خوضه. اسمع يا أستاذ، شو أصل بيروين عفوا: إن بناء مجتمع ديمقراطي والنضال من أجله لا ينتهيان، فالنضال يشن من أجل سن القوانين واتخاذ الخطوات اللازمة. إن الدعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي دعوة للنضال.
دعوة إلى النضال. طيب، اليوم كان في كارثة كبيرة جدا أيضا، واللي ما حد انتبه عليها نهائيا. رئيس الأركان اليوناني ديمتريس هوبيس، أنتم ما عم تتابعوا غرفتنا بشبكة سوريا مباشرة على التليجرام، واللي بيتابع ما عم بيدقق على الأخبار اللي عم بننزلها، حتى ولو كانت شريط صغير جدا. لو تتابعوها راح تشوفوا كل يوم الخبر قبل ما نفتح احنا وتفهموا شو اللي عم بيصير، وأنا بجي بس أفسر تفسير. رئيس الأركان اليوناني ديمتريس هوبيس: لا تزال تركيا تشكل تهديدا ونحن مستعدون للتدخل في أي وقت عند الحاجة. طبعا اليوم اليونان اشترت 38 من منظومة صواريخ بولس الإسرائيلية من شركة إليبيت الإسرائيلية. طيب، شو هي الصواريخ؟ منظومة مهمة للغاية ومتعددة الاستخدامات، وتطلق صواريخ بمدى ما يصل إلى 300 كيلومتر، توصل إلى 300 كيلومتر. طيب، ال 300 كيلومتر هاي وين منطقة النشر؟ بدها تنشرها في جزر في بحر إيجا استراتيجية. ليش؟ لحتى تدخل جميع المدن التركية، اسطنبول وإزمير والدول اللي موجودة في غرب تركيا كلها ضمن ال 300 كيلومتر، يعني مدى هاي الصواريخ. طيب، تتذكروا حلقتي على اليونان وعلى قبرص بزماناته، وقلت لكم انتظروا وكالات الأخبار، قبل شهور عديدة من الآن، انتظروا قريبا رح يصير على وكالات الأخبار، ورح تصير من هناك الخطر القادم على تركيا اللي راح يحرقها حرق. وبعدين طلع خبر شراء واشنطن ل4 موانئ يونانية محاذاة الحدود التركية. الآن اليونان طبعا وقعت اتفاقيات دفاع مشترك مع إسرائيل، والآن تشتري منظومة الصواريخ بولوس من شركة إليبيت الإسرائيلية. وهاي الصواريخ صواريخ بعيدة المدى 300 كيلومتر تقريبا، وقررت إيش؟ نشرها في جزر بحر إيجا. طيب، اشترتها ما في مشكلة، لو ما هي يعني ضد تركيا كان حطتها في المناطق اليونانية، لكن بدها تحطها في جزر بحر إيجا بالذات. بحر إيجا أساسا ما بيطل إلا على السواحل التركية. بحر إيجا هي المنطقة ما بين البحر المتوسط والبحر الأسود، منطقة المعبر ما بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. طيب، تحدثنا عن طائرة الشرع أعتقد، وهذا في خبر كمان كان ناشر: لم يمر عبر أجواء العراق شرع يسلك مسالك طويل في زيارة غير معلنة إلى الإمارات. طبعا شوفوا، بدي أفهمكم شغلة واحدة بالنسبة للإمارات. الإمارات هي دولة أساسية ومحورية في الشرق الأوسط، وهي صاحبة المشروع الإبراهيمي اللي بتطبقه. والإمارات هي بالذات هي دولة الثورة المضادة، يعني قادت هي الثورة المضادة في تونس ضد حركة النهضة، قادت هي الثورة المضادة في مصر ضد محمد مرسي، وقادت هي أيضا الثورة المضادة في اليمن، وانقلبت حتى على عبد الملك الحوثي. والإمارات هي دورها دائما إيش؟ إذا ما تنفذ أي دولة عربية اللي مطلوب منها دوليا، تقوم هي بالثورة المضادة عليها. فزيارة أحمد الشرع إلى الإمارات فزيارة أحمد الشرع إلى الإمارات
هي زيارة مهمة للغاية، وأهم من زيارته للسعودية نفسها، لأنه هناك في أوامر وطلبات من الإمارات لأحمد الشرع إن لم يتم تنفيذها سيقوم المجتمع الدولي الانقلاب أو قيام ثورة، أو يعني الانقلاب على أحمد الشرع بأي شكل من الأشكال. طبعا احنا بنعرف الإمارات وعداها مع تركيا، وأول مطلب للإمارات راح يكون، وهذا أعتقد أنه اللقاء الأخير، هذا بيسموه أعتقد بعد ما جاءوا إلى دمشق وراحوا على السعودية والزيارات المكوكية كلها، هذا اسمه اللقاء، أنا بتفسيري أنا اسمه اللقاء الأخير. وهذا هو اللقاء اللي راح يحدد مستقبل الشرع في سوريا. يا أما الشرع راح يروح باتجاه الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية والغرب يعني حصرا، أو راح يروح باتجاه الراديكالية وتركيا، وهي حقيقة راح نشوفها قريبا بالفترة القادمة. فهذا اللقاء لقاء هام للغاية، واللي هو راح يوصل وما حدا منتبه له، وما حدا معايره أي أهمية ومفكرينه زيارة هيك. لا، بدي أعطيكم معلومة هامة للغاية، إنه الإمارات بعثت طيارة أميرية يعني طيارة ملكية اللي هي بيروح فيها الأمراء الإماراتيين خاصة إلى سوريا لحتى تجيب أحمد الشرع. فهمتوا؟ بعثت له طيارة ملكية أميرية لحتى تاخده. بذكركم بنفس العملية هاي اللي حدثت إمتى سقط بشار الأسد. كانت آخر زيارة لبشار الأسد لوين؟ آخر زيارة لبشار الأسد لوين كانت؟ شو الطيارة اللي طار فيها بشار الأسد؟ شو الطيارة اللي انبعثت لبشار الأسد؟ فهمكم كيف هاي؟ ملكية إماراتية اللي انبعثت لبشار الأسد أيضا، نفس الطيارة هاي هي طيارة نفسها، نفس رقمها، بوينغ 737 شخطة 765 بي يوت، لك رقم الطيارة. اللي بيتابع الطيارة هاي عبر الخطوط الجوية العالمية بيعرف تحركات الطيارة، وبيرجع إلى الوراء بشار الأسد لما طار بطيارة إلى الإمارات راح يلاقي نفس الرقم، بوينغ 737 شخطة 700 7 عفوا 5 بي يوت. فهمتوا؟ أنا على دقة التفاصيل بدقق، هيك طبيعتي سبحان الله. يعني إذا واحد بده يجي لعندي لازم أعرف رقم نمرة رجله إيش قد، وليش رجله مثلا تكون 42 وطوله مثلا 180، ليش رجله أصغر من طوله؟ بدي تفسير هيك، الله خلقني. فالطيارة هاي بوينغ 737 شخطة 765 هي نفس الطيارة اللي أقلت بشار الأسد بآخر زيارة له للخليج. فما بعرف، يا الله يرحمه يا بده يتعلم من درس بشار ويرجع يظبط الأمور اللي موجودة. وأكبر المطالب اللي راح تطلب منه هي الابتعاد عن تركيا، الابتعاد عن تركيا، وما عنده حلول نهائيا. ما عملها بده يضطر يلبس القلابية الأفغانية مرة ثانية. إذا ما نفذ المطلوب منه سيضطر إلى لبس القلابية الأفغانية مرة أخرى.
أنت شو رأيك؟ أنا أحتفظ برأيي لنفسي، أحتفظ برأيي لنفسي. خلونا نسمع إدارية المجلس العام لإحياء الشيخ مقصود الأشرفية هيفين سليمان تتحدث عن تنفيذ البند الخامس من اتفاقية بينهم وبين سلطة دمشق، لبين ما أخذ استراحة بسيطة أنا. هيفين سليمان هبسابق مجلس سلطات الشيخ مقصود الأشرفية لجوري اتفاقية جهاتية بحفر إنذاكرين نظري ربابية طاقة الشيخ مقصود الأشرفية وممثلي حكومات الشامل بند بينجي جبورا كرن السواترة إلو أمداس بيجتن لجوري اتفاقي خالي جهاتية يعني بحفر أريكرن سر أساسي لها أف السواتر تين راكرن بهي شواردارية يا طاقة الشيخ مقصود الأشرفية وبالتنسيق. هلا راح أعطيكم رأيي، قلت لكم بحتفظ فيه لنفسي بس أنا راح أعطيكم رأيي. بسواترنا رابطا وهي معبر الرئيسي جبور دار هنا لرحاتي دار بوزي ترخيب ودار كابي لأما بارستنا. احذروا في واحد ابن المرة دخل. الله الرحمن الرحيم. نحن أفراد وعناصر وضباط ما يعرف سابقا باللواء الثامن نعلن رسميا عن: أولا، حل هذا التشكيل بشكل كامل. ثانيا، تسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية. ثالثا، تكليف الأخ النقيب محمد القادري بمهمة التنسيق المباشر مع الجهات المعنية لإتمام عملية الانتقال والتسليم بسلاسة. نؤكد أن هذا القرار يأتي انطلاقا من الحرص على الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار والالتزام بسيادة الدولة وسلطتها. نشكر كل من ساهم في مسيرة هذا التشكيل، ونعتبر هذه الخطوة بداية جديدة لتعزيز مسيرة الوطن تحت مظلة الدولة السورية. طبعا هاي قوات العدى اللي بتدعم الإمارات، وأنا قصدا حطيتها هاي مشان أقول لكم إنه أنا بظن شخصيا إنه أحمد الشرع ما رح يعمل مثل بشار الأسد، بالعكس تماما رح يستفيد من الدرس وراح يجي ويطبق كل الشروط المطلوبة منه، وخصوصا إنه بسند من الجنرال مظلوم عبدي اللي هو بيسانده بهذا الموضوع، وبيحاول معاه إنه ما يخطئ بالأخطاء كبيرة جدا، لأنه الحاكم الفعلي لسوريا هو الجنرال مظلوم عبدي حاليا، وفهمكم كفاية، وهو زلمتنا ما بنتخلى عنه. طيب ناخذ استراحة مع أغنية وبعدين نرجع. أطلنا اليوم يمكن مو وجعنا راسكم كتير. كنت بدي أطرح موضوع فكري بس أعتقد أنه الموضوع الفكري راح يوجع راسكم كتير وهام للغاية جدا. نأجله لبكرة كيفكم؟